كان بالنسبه لي حلم ان انا اعرف اعملها وتطلع معايا بالنتيجه دي. كنت مفكراها يعني الموضوع صعب وكده، بس اختي اللي شجعتني وقالت لي هتطلع معاكي سهله وحلوه وما تخافيش والله هتظبط معاكي وكده. والحمد لله يعني مثلا من 3 4 سنين كده كانت اول مره اعملها فيها، والحمد لله طلعت حلوه. وكل اللي اكلوها منها سواء نجرسكو سواء باللحمه عجبتهم الحمد لله. بتركيها بسيطه جدا جدا يعني، بس بتفرق. وكمان في الاول كنت بجيب لها كيس البشاميل ابو 7 8 جنيه ده. امينه اختي زعقت له وقالت لي لا بلاش، يعني انت هتعمليها احسن. قالت لي انت بدل ما تروحي تجيبي كيسين 2 بشاميل ب15 20 جنيه، هتجيبي ب5 جنيه دقيق وهتطلع معاكي النتيجة زي الفل. وفعلا ده اللي حصل. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي بطريقة سهلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. معايا نص كيلو مفروم، ومعايا جزرتين بشرتهم او في الكبة يعني، ومعايا بصلتين، لا محطهاش تاني، ومعايا بصلتين. وبعدين هتجيبي الصينيه او الطاسه او الحله اللي هتعصجي فيها اللحمه، وانزلي بالماده الدهنيه اللي تعجبك. وعشان اللحمه بتاعتي ما فيهاش ماده دهنيه كتير فانا كترت شويه يعني عادي يعني ماشي. حطيت معلقتين زبده كده سيحتهم، وبعدين هنزل عليهم بالمفروم. المفروم عشان كان لسه طالع من الفريزر اخد مني شويه عقبال ما فك، بس عادي يعني. دي الورقه كان عليها ب5 جنيه، اسيبها؟ لا طبعا. حطيتها وغطيتها لحد ما فكت من البخار. وبعدين بقى اقول لكم هنعملها ازاي. طريقه التعصيق دي طبعا اختياري، اللي يحب كده اللي يحب حاجه يعني، اللي بيحب طريقه فيهم يعملها وكده. انا بحب اخليها اقتصاديه شويه بحيث ان انا اعمل كميه لحمه كبيره شويه. انا بشوف ناس ممكن تحط بصلايه واحده بس والتوابل بقى يعني، بس انا بصراحه بحب اخليها تكون يعني زيادة شوية. جبتها خليتها تفك كده، وبعدين حطيت عليها فلفل اسود وملح وكمون وشعرة 7 بهارات وفصين من الثوم وطبعا كنت عاملة شوية بصل كده، قيمة ربع كيلو من البصل، وقيمة جزرتين وحتة فلفل اخضر وحتة فلفل احمر وحتة فلفل اصفر. وضربة كل ده في الكبة كده حتت صغيرة عشان ما يبانش معايا. وقمت جاية نازلة بالبصل الاول كده مديله تشويحة، وطبعا الثوم في قلبه، وقطع الثوم كده قيمة 4 فصوص ولا حاجة. و... اي توابل مش بتحبها ما تحطهاش. وبرضو اي حاجه من الحاجات الاضافيه دي مش بتحبها ما تحطهاش. في ناس بتضيف عليها كوسه، وفي ناس بتضيف عليها فلفلايه، وفي ناس بتضيف عليها برغل، وفي ناس بتضيف عليها كل الحاجات اللي هم بيبقوا عاوزينها. بس طبعا الاكل ده اختياري يعني. انا حطيت جزر وفلفل وبصل وبس. وعلى فكره الجزر بيديها تسكيره بيخليها مسكره. قلبتها كده هي لسه هتشرب المية بتاعتها دلوقتي. هقوم جايه بقى مغطيها وسايباها تتعصج مع نفسها، ونخش على الخطوه التانية. وطبعا في الطبق بتاعي ده كنت حاطه شويه ملح. الحمرا دي بابريكا مش شطه، وطبعا اختياري يعني. البتاع اللي هو الستانلس ده كنت هسلق فيه المكرونه. نزلت بقى بمعلقتين زبده كده حلوين برضو، مش معلقتين بقى، هما المفروض 6 معالق دقيق عليهم 6 معالق زبده، بس انا بحب الماده الدهنيه تبقى كتير، فحطيت زبده وزيت وسمنه بلدي يعني. انا حطيت من كله. انتي بقى عاوزه تعمليها بالمقدار معين يعني وكده، حط 6 معالق زبده على 6 معالق دقيق، 6 معالق زيت على 6 معالق دقيق، 6 معالق سمنه على 6 معالق دقيق، اللي رايحك اعمليه. قلبيها بقى كده، قلبيها تقليبا مبرحا كده لحد ما تشم ريحه الدقيق ويغلي معاكي كده. ولو سمحت يا جماعه سكر. ويغلي معاكي كده عشان ريحه الدقيق تطلع منه، ما يبقاش معاكي عامل زي المكتوم كده كأنك تاكلي عجين، لا. المهم تيجي بقى تقلبيه كده زي ما انت شايفه شويه. وبعدين معاكي اللبن، تقدري تسخني اللبن، تقدري تحطيه تدريجيا، تقدري تحطيه مره واحده. كلكع بالهاندي بلندر او بالخلاط وميجا ضرباه. وعلى فكره بيطلع النتيجه بتاعته احسن كمان من كده، وبتخليه بقى تقله وتخليه زي الفل. حطي بقى المفروض ان كيلو مكرونه عليه 2 كيلو لبن وعليه 6 معالق دقيق. انا عملت 1.5 كيلو لبن وكملت بالباقي ميه بما يرضي الله. ولو كان عندي شوربه كنت هزود شوربه بس. يا سلام بقى لو شوربه بط يعني بيبقى بخليها في حته تالته. لو عندك فلفل ابيض حطي، ما عندكش فلفل ابيض حطي فلفل اسود وكمون و3 4 مكعبات من الماجي، هما 3 على 2 كيلو دول. وسيبوهم بقى يغلوا كده مع نفسهم. والخطوه الاخيره اللي انا بقول لكم عليها دي مش هتحطها دلوقتي كده. كنت حسيت انه تقيل مني شويه وكان برد كمان لانه كنت طفيت عليه، كان جالي تليفون وسبته وطلعت. هولع عليه تاني وازوده كمان بنص كوبايه لبن او نص كوبايه ميه، وهربه كويس جدا بحيث انه يطلع معايا كده زي الفل.
حطيت بقى دي التركه بتاعتي انا بقى اللي انا بحطها. طبعا مش انا اللي مفتكساها يعني، واكيد اختي اللي قايله عليها، بس بصراحه بتفرق جدا يعني، بتفرق جدا. والحمد لله ان كل اللي داقوا مني قال لي ان فعلا طعمه غير اللي احنا بنعمله او غير اللي احنا بندوقه بره. معايا كده اللحمه اتعصجت، ومعايا كده البشاميل تمام. تقدري تضيفي على البشاميل جبنه مثلثات، جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، جبنه اي نوع جبنه بتحبيه حطي عليه. في ناس بتحط بيض، عمري ما جربته وعمري ما هجربها موضوع البيض ده، ليه مش فاهمه، بس انا عمري ما هجربه. كده البشاميل بتاعي هو مش تقيل، جميل يعني، حلو جدا. هحط شويه من البشاميل وعليهم شويه من المكرونه، وبعدين هقلب البشاميل في قلب المكرونه تاني. بتحبها تخينه اعملها تخينه، بس نصيحه مني بلاش. ويا ريت يبقى كل ما البشاميل بتاعك بيكون خفيف كل ما بيكون كويس، في حدود الوسط يعني. انما البشاميل التخين ده تحس ان انت بتاكل عجين، عجين فوق عجين يعني، بصراحه بيبقى طعمه غريب جدا يعني. حطي رقه المكرونه تعجبك، وبعدين حطي اللحمه، وبعدين زودي بقى بشاميل زي ما انت عاوزه. انا كنت نسيت، المفروض ان انا كنت حطيت كبشتين بشاميل كده على على اللحمه او على المكرونه من طبقتها من تحت، بس بصراحه انا نسيت. بس هعوضها دلوقتي، انا مش هخليها مكرونه بشاميل، انا هخليها بشاميل بالمكرونه. احنا بنحبها اصلا صيصه كده في بعضها ولذيذه كده. انزلي بقى بكميه البشاميل كده زي ما انت عاوزه. وطبعا مكه لازم تيجي تبصم في كل فيديو يعني. ده كده منظر صينيه المكرونه. هزود على فكره عليها كمان كبشه بشاميل، ودي الصينيه التانية اللي انا هعملها بتاعت صحاب نصيبها. احط دي، هعملها طبقه واحده بس لان المكرونه بتاعتها كانت خفيفه شويه. وبصراحه يا جماعه والله كل ما المكرونه بتبقى اخف كل ما النتيجه بتبقى احلى واطعم. وزمان كانوا لازم يعملوا المكرونه دي من قبلها ب16 ساعه عشان خاطر تجمد كده وتبقى قطعه قطعه. دلوقتي احنا بنعملها عاوزينها تطلع من الفرن على بقنا على طول يعني، لدرجه ان جوزي بيقول لي: وانت محاره بقك يا بنتي؟ يعني للاكل السخن واحنا بناكله عادي يعني. طبعا اكل مزاجات يعني. المهم حطيت بقى رقه المكرونه المحببه او اللي انا عاوزاها، وانزل بقى ايوه دي بقى حطيت عليها بشاميل عشان هي ما فيش رقه مكرونه تاني فوق. تقدري بقى تزودي بقى بعد البشاميل ده، تقدري تفقشي بيضه وتقومي جايه مش عارفه فلفل اسود وحطها على الوش. تقدري تقومي جايه حاطه معلقتين سمنه بلدي على الوش. تقدري تحطي معلقه قشطه، دي حطيت عليها قشطه وجبنه موتزاريلا، والتانية حطيت عليها جبنه موتزاريلا بس. يمكن بناتي لسه بيتعشوا منها دلوقتي. وطبعا بلم كده كنت مفكره ان هي هتيجي كمان في القارب ده، بس ما جاتش يعني. المهم ده منظرها كده في قلب الصينيه. نزلت بقى بكميه الجبنه الموتزاريلا المحببه الى قلبي. وبعدين التانية هحط عليها قشطه زي ما قلت لكم. بس تقريبا مش هلحق اوريها لكم يعني، لان ولادي كانوا جعانين وقتها. وهي في قلب الفرن كده بعد ما خدت مثلا 10-15 دقيقة كده في قلب الفرن، او 10 دقايق مثلا وغلت كده على حسب كثافة الفرن عندكم. قمت جاية نازلة بالجبنة الموتزاريلا، ودي طلعت كان الشكل بتاعها بصراحة حاجة كده وهم. اللي مش بيحبها حبها الحمد لله، واللي مش بياكلها كلها بجد بجد. جربوها تعجبكم جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منه اي حاجه، ولو كانت سهله وبسيطه. وكلنا يا جماعه بنتعلم من بعض، مجرد فكره بس ان احنا تطبخي النهارده محتاره، طب انا شفت ريم النهارده عامله كذا، طب ايه رايك اعملها بكره؟ اللي هو كده يعني، ممكن نستفاد منك بمعلومه وانت تستفادي مني بمعلومه، وهكذا هي الحياه. طبعا ربنا يحسن ما بين ايديكم، واكيد انتوا كلكم بتعملوا احسن حاجه. بس بحب اشارككم يومي او الحاجه اللي بعملها. وطبعا زي ما قلت لكم المكرونه لو سبتها تجمد تسقع هتجمد وتبقى قطعه جميله جدا. وعلى فكره البشاميل مش خفيف ولا اي حاجه، بس هي عشان سخنه انا اصلا مش عارفه اطلعها. احنا اخدناها، الله اكبر، الله زي ما شربنا، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اخدناها كده وهي سخنه كده وزي ما هي، وقعدنا اكلنا منها مع حته مخلليه وشيبسي. وطبعا قبل الغلا كنا ممكن نعمل بانيه، نعمل ستريبس جنبها. بعد الغلا ده بنستكفى بيها مع بطاطسايه مقليه او طبق سلطه او طماطمايه وخيارات متقطعين. اللي عاوزينها كده تمام، اللي رايحكم اعملوه. انا عملت كيس شيبسي حتى ما قلتش بطاطس وحته مخللايه، وكان الله بسرنا عليهم الحمد لله، كنا وشبعنا. وهو يوم ما عدى. متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.